مساء الخير واهلا بكل اخواتي حبايبي متابعين قناه صيادين سمك. اهلا بيكم في فيديو النهارده. الفيديو ده انا عامله مخصوص لاخواتي اللي سالوني على مكونات العجينه بتاعه التسفير. نعمل النهارده مع بعض العجينه اللي برميها في الدور قبل ما اصطاد عشان تجمع السمك في الدور. بس طبعا ده لازم يكون قبل المغرب عشان الدور يلحق يجمع السمك. ومكونات معانا بسيطة، وطبعا انت هتروح للعلاف هتجيب منه ارخص حاجة في كل مكون. يعني معانا كيلو دقيق، ده هنستخدمه على مرتين. هنسيب حبة عشان هنربط بيها العجينة لو احتاجت في الاخر. هنشوف كل حاجة دلوقتي مع بعض. هنبتدي دلوقتي. هنفضي الدقيق، هسيب الحبة دول عشان لو احتاجت ان هي تتربط، يعني العجينة كانت سايلة بزيادة بعد التخمير، هنزود لها دقيق من ده. تاني حاجة كيلو علف بادي. طبعا يا جماعة الكميات دي انا بعملها وبشيلها في الفريزر، كل طلعة باخد معايا كمية منها. يعني الكمية اللي هعملها النهاردة دي بتكفيني من طلعتين لتلاتة انا والرجالة اللي معايا. كده يبقى كيلو علف بادي مع يعني كيلو الا ربع دقيق او اقل شوية بساط. كده كده هنستخدم الباقي. معانا هنا نص كيلو غلة، هسلقها على النار لحد ما تبقى معايا بالشكل ده كده، تداس عليها تتفتح. وكان عندي شوية ذرة فشار كان بقالهم كتير متخزنين، قلت احطهم معاهم. طبعا لو حضرتك عندك اي نوع حبوب بقاله كتير متخزن ممكن تستخدمه. بس المهم هنغسل الحاجة دي الاول لحد ما ميتها تبقى صافية ونرفعها على النار. يعني كده احنا معانا نص حبوب وكيلو الا ربع دقيق وكيلو علف بادي. معانا هنا كمان نص كيلو ردة. ويا ريت يا جماعه ايه المقادير دي عشان العجينه تبقى متماسكه معاك. معانا كيس خميره جافه فوريه، ده نص كيلو رده. ومعانا هنا ربع كيلو نشا. تمام. هبتدي اخلط المكونات دي كده مع بعضيها. ونفضي معاهم كيس الخميره. نبتدي بقى نحط ايه الميه. طبعا انا دي معايا الميه بتاعه السلق بتاع الغله، حطيت عليها معلقتين نشا غير اللي انا حطيته. هجيب بس حاجه اقلب بيها وارجع لكم تاني. انا جبت بس ايه المعلقه دي عشان خاطر ما بهدلش الدنيا عشان التصوير، لكن انا في الطبيعي بقلب بايدي عادي، بيبقى احسن برضو، بيبقى التحكم في العجينه احسن. هنقعد نعجن لحد ما يبقى ده شكلها اهو. تمام يا جماعه. اهم حاجه نتاكد ان كل الحاجات اللي لسه ما وصلهاش ميه وصلها ميه. طبعا انا الميه اللي اضفتها من بعد ميه الغله بالظبط في حدود اللتر وربع. هنسيب الخلطه دي كده زي ما هي لمده من يوم ونص لتلات ايام على حسب حضرتك طالع امتى، بس مش اقل من يوم ونص يومين. بعد 48 ساعه، يومين بالظبط يا جماعه، سايبينها تخمر بقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنديها تقليبه كده كده. هي محتاجه تتربط شويه كمان، زي ما حضراتكم شايفين. كمان الغله دابت اكتر والذره دابت برضو.
دلوقتي هنجيب شوية الدقيق اللي قلنا في اول الفيديو ان احنا هنركنهم على جنب، وهبتدي ارش شوية واقلب. طبعا انا هروح اعمل الكلام ده دلوقتي عشان وقت الفيديو، وهوريكم نتيجة الخلطة في الاخر المفروض يبقى القوام بتاعها عامل ازاي. طبعا هحطهم على مرتين او 3 مرات عشان خاطر ايه، اشوف هتمسك معايا وفي نفس الوقت ما تشدش بزيادة. دلوقتي بعد ما عجناها وربطت هتطلع معانا بالشكل ده. وبعد كده بقسمهم على كيسين او 3، وانا على الدور بفضيه في الشبكة. اي شبكة عندك او عياشة قديمة بنفضي فيها المحتويات بتاعت الكيس، وبنسقطها على الجرف في اول الدور عشان يزفر للمجموعة اللي قاعدة كلها. وان شاء الله تجربوا الفكرة وتعجبكم وتجيبوا احلى سمك، وانتظرونا في الفيديوهات اللي جاية.